ده كويس. ليه الكلام ده داير اقول؟ لانه عنصريه بتاع العرب قامت وشغال في. هذا الزول المحترم يتكلم عن العنصرية العربية تجاه المنتخبات الأفريقية ومعصب. أول شغلة يا صديقي، لا للتعميم أبدا، لا للتعميم. وتاني شغلة، أنت شخص اسمك عبد الرحمن وأنا اسمي محمود، معناتها اثنيناتنا مسلمين، وقدوتنا الأساسية مين؟ هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد شو قال؟ قال لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. لا فرق. فأنت كأفريقي هذا الأمر لا يعيبك، وأنا كعربي هذا الأمر لا يعيبني. قد تكون أفضل مني بدرجات في الآخرة وفي الدنيا، وقد أكون العكس. عرفت كيف؟ وأنت تعلم كمان أنه سيدنا محمد، سيدنا بلال كان يحظى عنده بأهمية كبيرة إلى درجة خلاه يطلع على الكعبة المشرفة ويأذن للناس. عرفت كيف؟ ايه. وبالنسبة هي نحن العرب، هيك العرب نحن، هيك نحن العرب مثل هيك بنفكر. وأنا كشخص عربي أنا مشجع لهدول الناس، وأنا كشخص عربي عندي أصدقاء مثلك هيك محترمين من نفس دولتك ومن نفس هدول الدول الموجودين. أنا بزعل لأنه أنت عم بتعمم على الكل. إذا شخص طلع تكلم كلام غير منطقي أو تكلم كلام بطريقة لا يعني الإساءة، وأنت فهمته بإساءة وجيت عممت على الكل، فأنت أسأت مثله. فأتمنى لك التوفيق يا صديقي.